السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده ميعادنا مع التحدي ال 17 وان شاء الله يعني رقم كبير، وداخلين ان شاء الله على التحدي الجاي. هيبقى التحدي الاخير عشان هيبقى اخر اربع او اخر خميس في سنه 2022. وبعد كده هنتوقف فتره، مش عارف هنرجع نكمل تحديات ولا لا، ولكن هنفضل مكملين في برودكاست تطوير الذات وبرودكاست واذكر ان شاء الله. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نرجع نكمل في التحديات تاني، ولكن هل الشكل هيبقى عامل ازاي، الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ ادلنا تخيلاتكم وتصوراتكم وتوقعاتكم، او حتى مساعدتكم في ان احنا نفكر سوا شكل التحديات يبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه او في بدايه سنه 2023 ان شاء الله. ويلا بينا ندخل في التحدي ال 17. التحدي 17 هيكون عن المهارات. التحدي ده اتاخر جدا جدا جدا، المفروض احنا كنا ناخد خطوات فيه من بدري، بحيث ان ده اصلا يكاد يكون من اهم الحاجات اللي احنا كشباب دلوقتي في الوقت الحالي محتاجين ان احنا نشتغل عليها ونطور نفسنا فيها بشكل اكبر. محتاجين كمان ان احنا نزود عدد المهارات اللي احنا بنتقنها في حياتنا، بحيث ان ده يساعدنا في مجال شغلنا، مجال دراستنا، او في حياتنا عامه على كذا مستوى الاجتماعي، علاقاتك مع الناس وكلام زي ده، لان في بعض المهارات بتصب في الخانات دي وهكذا. فخلينا نتكلم عن التحدي هيبقى شكله عامل ازاي. كل اللي انا عايزه منك والشعار اللي احنا دايما ماشيين بيه، الحديث النبوي خير الاعمال ادومها وان قل، فاحنا هنقتطع فقط نص ساعه تقتطعها من يومك بس عشان خاطر ان انت تتعلم مهاره جديده. احنا معانا 7 ايام الفتره اللي جايه، انت بس بتجرب نفسك وبتست نفسك في الموضوع، ولكن عايزين بعد كده ان انت تفضل مكمل على الموضوع ده، لان ده هيفرق معاك جدا زي ما احنا هنشوف. والحاجات اللي احنا هنشاركها برضو في البرودكاست على الواتساب، اللي هو لو انت لسه ما اشتركتش فيه تنساش تشترك، وبرضو لو لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش تشترك في القناه، عشان خاطر الحاجات اللي احنا هنشاركها في البرودكاست هيبقى فكره احنا كلنا مختلفين عن بعض. البرودكاست بتاع التحديات في حوالي 600، ولنفترض ان في 200 واحد اكتف على التحديات، فاكيد ال 200 واحد او حتى ال 600 مش كلهم عندهم نفس الميول الواحده لاتجاه مهارات معينه او احتياجات معينه. ان انا محتاج مثلا مهاره سرعه الكتابه على الكمبيوتر، فمش كل الناس عندها نفس الاحتياج او نفس شده الاحتياج زي التاني. فبقدر الامكان هنحاول ان احنا نعرض مهارات كتير بحيث انت تشوف ايه الانسب ليك. بنحاول نعمل زي عصف ذهني كده سوا، ايه اكتر المهارات اللي انت محتاج ان انت تتعلمها في الحياه العامه دلوقتي، حياتك المهنيه والكلام ده، بحيث ان يساعدك ان انت تتطور احسن في شغلك، علاقاتك، وكل حاجه يعني قدر الامكان. على سبيل المثال، من الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الايفنت اللي كل الناس حضرته سواء اونلاين او اوفلاين اللي احنا كنا عملناه، كان احنا اتكلمنا في نوعين من انواع السكيلز، المهارات. في الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. الهارد سكيلز اللي هي داخل فيها مثلا زي البرمجه، ديزاين، المونتاج، الحاجات دي كلها. والسوفت سكيلز زي ما هي معروف اللي هي فكره البرزنتيشن سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، نيجوشيشن سكيلز، الحاجات دي كلها. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نحط لكم مصادر مختلفه، بحيث لو في حد مش عاجبه طريقه شخص معين وحابب ان هو يجرب شخص تاني او حاجه تانيه، ان هو يبقى عنده الفرصه ان هو يعمل ده. فنحاول بقدر الامكان ان احنا ننوع المهارات وننوع المصادر، لكن اهم حاجه ان انت تدي لنفسك الناس اللي يعني النص ساعه هيبقى كتير عليها ان هي ياخدها مره واحده. قسم النص ساعه على مرتين، ربع ساعه في الصبح، ربع ساعه بالليل مثلا، ربع ساعه المغرب، ربع ساعه مثلا قبل ما تنام او العشاء او كده. بقدر الامكان هتحاول ان انت تسمع كتير عن المهارات اللي انت حابب تتعلم عنها، ودي من الحاجات الجوهريه جدا. ما تحكمش على الحاجه من مره واحده سمعت فيها المعلومه عن مهاره معينه او حاجه معينه ومن شخص واحد، يعني حاول تنوع عدد الاشخاص اللي انت تسمع منهم وهكذا، بحيث بقدر الامكان ان انت تقدر تحصل معلومات اكتر والمعلومه تثبت في دماغك اكتر وهكذا. الموضوع جميل وممتع، ومهارات هتفرق معاك جدا زي مهاره البحث، مهاره سرعه الكتابه. في فيديو احمد ابو زيد كان عمله 10 مهارات تقريبا لازم تتعلمهم قبل سن ال 25، ولكن طبعا هي المهارات اي حد يعني ايا كان انت عمرك كام وانت بتسمع الفيديو، مهم جدا انت تتعلم المهارات اللي احمد ذكرها، زائد برضو المهارات والحاجات اللي احنا هنشاركها معاكم في البرودكاست على الواتساب. فقولوا لنا رايكم في التحدي والمهاره اللي انتوا حابين تتعلموها وتسيبوها لنا في التعليقات، وشجعوا اصحابكم ان هم ينضموا لينا في البرودكاست التحديات او في التحديات اللي احنا عملناها قبل كده والتحديات اللي لسه هتيجي، سواء اللي لسه في 2022 او اللي هتبقى في 2023. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم بالتحدي، هيفرق معاك جدا. انت بتقتطع نص ساعه او ساعه او ايا كان الوقت اللي انت هتعرف تقتطعه لنفسك في تعلم مهارات جديده. المهارات دي هتفرق معاك
ممكن بعد كده المهارات دي تتحول لفلوس، ممكن الفلوس دي تبقى بالدولار لو انت اتقنت حاجه مثلا زي المونتاج او الديزاين او الحاجات دي كلها، وبدات ان انت تقدم خدماتك على مواقع الخدمات. حاول ان انت تلتزم بالتحدي. وفي نهايه الفيديو احب اشكرك لو انت وصلت لحد هنا، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه استاذنك تشترك في القناه، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ما تنساش تسيب لنا رايك في التعليقات، ونشوفكم على خير في الفيديوهات والتحديات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.